الفوركس حلال والّا حرام؟ أنا هاني العطار وجاي أدردش معاكم في الجزئية دي. أولًا لازم نفرّق ما بين حاجتين، أوكي، الحاجة الأولى وهي الفوركس والحاجة التانية وهي الoption أو الخيارات الثنائية أو الباينري أوكي، أو الباينري option أيًا كان المسمى اللي أنت بتسمعه، لإن ده حاجة وده حاجة. الخيارات الثنائية هي اللي اتقال فيها كلام كتير جدًا إن هي نسبة الحرمانية فيها عالية جدًا. طب في الفوركس في أكتر من رأي فيه. أوكي، لكن مش في مجمل الفوركس كله، لأ، ده في حاجات معينة فيه وهي دي اللي إحنا هنتكلم عليها. لكن في الفيديو ده أنا هاكلمك على حاجة واحدة منها، وفي الفيديوهات اللي جاية هنبدأ نتكلم على كام جزئية في الحرمانية بتاعة الفوركس. أوكي، رقم واحد وهم حرموا قال لك فوائد التبييت. إيه هي فوائد التبييت؟ أو السواب، إيه هي القصة كلها؟ إنك أنت النهارده لو أنت فاتح صفقة وعدت الساعة 12 عليها بتلاقي إن السواب ده بيحسب عليك، أحيانا بيكون بالسلب وأحيانا بيكون بالإيجاب، يعني أحيانا بيخصم منك وأحيانا بيدي لك. طيب علشان نتفادى القصة دي، كل اللي أنت هتعمله حاجة سهلة جدا، هتكلم البروكر اللي أنت شغال عليه، قول له أنا عايز ألغي فوائد التبييت أو عايز أخلي حسابي حساب إسلامي، بس كده بس كده، ويبقى انت طلعت من الجزئيه دي. عايزكم تشاركوني في الكومنتات بارائكم في الجزئيه دي، والفيديوهات الجايه هنتكلم على الجزء الباقي من موضوع الحلال والحرام.